ايوه، انا اللي هعملها في الكيس البلاستيك لان زهقت من المواعين. قررت النهارده اللي ما اطلعش مواعين خالص في البيت. يلا بينا نشوف النهارده هنعمل ايه جوه الكيس البلاستيك. حضرت معايا كيس بلاستيك يكون نضيف، وبدات اللي انا انزل ببضايه وعليها كيس من الفانيليا ورشه من الملح، وبعد كده نزلت بمعلقه كبيره من السكر، وهحط كمان معلقه كبيره من النشا، وهحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعد كده حطيت معلقه صغيره من الخميره، ونزلت بكوباية من المية، وهبدأ أضرب كل الحاجات اللي أنا حطيتها ديت كلها مع بعضيها كده جوه الكيس البلاستيك. على فكرة الموضوع سهل جدا وبسيط، ومش هتطلعي مواعين، وهتلاقيكي أنجزت في وقت قصير جدا، والموضوع بالنسبة لك بقى جميل قوي. بعد ما اتأكدت تماما ان الخليط كله اتخلط مع بعضه بالشكل دوت، نزلت بكوبايتين من الدقيق. حطيت واحدة وهحط التانية دلوقتي. هبدأ اللي انا اقفل الكيس بتاعي كويس جدا، وابدأ اللي انا ارجه واخلط الدقيق بالمكونات السايله اللي انا كنت حطاها في الاول، لحد ما اتاكد تماما اللي كله بقى سايل معايا. انا عايزه الخليط بتاعي يكون ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزاه السمك بتاعه كده كويس. وطبعا المقادير اللي قلتلك عليها هتطلعهولك مظبوط بالملي، يعني كوبايتين الدقيق عليهم كوبايه من الميه، ما تزوديش ولا تقللي. افضلي قلبي كده في الكيس لحد ما تتاكدي تماما كل اللي جوه الكيس اتخلط كله ببعضه. ما تخافيش، الكيس مش هيتقطع ولا يحصل له اي حاجه خالص، والموضوع ممتع جدا. احلى حاجه في الموضوع اللي ما طلعش مواعين ولا طلع اي حاجه خالص. الموضوع احلى من ما يمكن. خلاص كده خلصت كل العجن بتاعي وظبطت كده الكيس والدنيا بقت تمام. تعالى اقولك المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه. فكيت الرابطه بتاعت الكيس وحاولت على قد ما اقدر ان انا اضغط على الكميه لتحت عشان كلهم ينزلوا تحت بالشكل دوت، واخرج الهواء اللي انا كنت مدخلاه في الاول. وبعد كده هبدا ان انا اربط الكيس، وهغطي الكيس دوت واسيبه كده لمده نص ساعه يخمر معايا. احنا دلوقتي في الشتاء فسيبيه نص ساعه، اما في الصيف ممكن تسيبيه 10 دقايق او ربع ساعه. بعد كده خلاص الكيس بتاعي بدأ اللي هو يتفاعل كله مع بعضه، والعجينة تخمر معايا بالشكل دوت. كده خلاص العجينة خمرت معايا. تعالي نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا هخرج بقى منها الهوا علشان خاطر اقدر اللي انا اتحكم فيها وامسكها في ايديا كويس جدا وانا بشتغل ببقية المكونات. خرجت الهوا وربطتها كويس. هبدأ اللي انا اعملها كده بالشكل دوت، واروح قطع الحتة اللي فوق، ولما تيجي تقطعيها قطعيها حتة صغيرة. حضرت معايا مقلاية فيها زيت نضيف بس مش كمية كبيرة، وبدأت اللي انا اقطع الكيس فتحة صغيرة جدا. معايا المقص، هبدأ اللي انا انزل المقص في الزيت، وابدأ اللي انا اخرج العجين من جوه الكيس بحركات دائرية بالشكل دوت. وهنا كنت عملت لقمة القاضي او الزلابية ايا كان المكان اللي انت ساكنة فيه وبتقولي عليها ايه، بس هي ينطبق عليها اسامي كتير. ممكن تقولي عليها لقمة القاضي او الزلابية. بجد حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وعملنا حاجة حلوة وما خدتش مننا وقت. طبعا الزيت ما كانش سخن قوي، بس يفضل اللي انت تكوني مولعه النار. هتبداي تنزلي بكميه ومش كبيره علشان خاطر الزيت ما يبردش معاكي بسرعه. هنديها في المرحله الاولانيه اللون اللي انت شايفاه، وهطلعها على مصفى بالشكل ده. وبعد كده هدي النار وانزل ببقيه الكميه زي ما عملت في الاول. وبعد ما خلصت خالص الكميه بتاعتي ببدا اللي انا اقليها للمره التانية بالشكل دوت كده، واسيبها لحد ما تتحمر معايا. وزي ما انت شايفة كده كلنا بيستصعب علينا الموضوع اللي احنا نعمل الزلابية لان بتطلع اشكال غريبة جدا، لكن لما تعمليها في الكيس هتبقي متحكمة اكتر في الموضوع، وهتطلع كور صغيرة او كبيرة على حسب ما انت عايزة، وعلى حسب ما انت تقرري انت عايزة الكمية على قد ايه. كده خلاص لما قلتها للمرحلة التانية بدأت اللي هي تقرمش معايا. طبعا بتقليها في المرحلة التانية بعد ما بتبرد معاكي. حطيتها في بولات بالشكل دوت، وطبعا تقدري تحطي عليها الصوص اللي انت عايزاه. انا هنا حطيت صوص الشوكولاتة، وعملت كده شوية بصوص الفراولة، وكمان في نفس الطبق اللي فيه صوص الفراولة عملت شوية صغيرين على جنب بصوص الكراميل. وبعد كده طبعا المعتاد اللي احنا على طول متعودين عليها اللي هي بصوص بالسكر البودرة او بالعسل. فعملت كده شوية بالسكر البودرة،
وكمان عملت بالعسل، بس اللي كان متوفر عندي العسل الأبيض. على فكرة هيدي طعم حلو جدا والموضوع هيكون بسيط. لو مش متوفر عندك يبقى هتعملي شوية شربات، كوباية عسل عليها كوباية مية، ترفعيها على النار. أول ما تبدأ تغلي تعصري عليها عصرة ليمونة وتسيبيها لحد ما تتقل معاكي، وبس كده. عايزة اقولك جميلة وهشة من بره وناشفة كده ومحمصة كده وجميلة ومقرمشة وطرية من جوه جدا زي ما انتي شايفة كده. كرات كلها قد بعضيها، حاولت ان انا اعمل كمية صغيرة وكمية كبيرة شوية. بحبكم في الله، ما تنسيش تعملي متابعة وتقوليلي بتتفرجي عليا منين.